أهلا بحضراتكم مع سلسلة الإعجاز العددي في القرآن الكريم. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتناول عبارة عن حرفين. إعجاز، معجزة، معجزة القرآن الكريم في طاسين. طاسين دي موجودة يا جماعة في بداية سورة النمل. يعني لو حضرتك فتحت سورة النمل هتلاقي إنها بدأت بطا سين. طا سين دي يا جماعة معجزة، معجزة، معجزة وإعجاز عددي. هوضحها لحضراتكم وأعتقد أنها هتكون مفاجأة للجميع. طبعا يا جماعة بداية طبعا حضراتكم عارفين إن سورة النمل بتكون هي السورة رقم 27 في ترتيب المصحف الشريف. يعني لو حضرتك فتحت القرآن الكريم هتلاقي إن سورة البقرة هي السورة الأولى، سورة آل عمران هي السورة الثانية، لغاية لما نوصل للسورة 27 وهي سورة النمل. طبعا دي معلومات في البداية لابد إن حضرتك تعرفها لأنها مرتبطة بطاسين. في معلومة تانية برضو يا جماعة، عدد آيات سورة النمل 93 آية. يعني سورة النمل بتمثل رقم 27 في ترتيب المصحف، عدد آياتها 93 آية. يسألني سائل، إيه علاقة 27 و 93 بطاسين؟ خليك معايا حضرتك وانت هتعرف دلوقتي مدى العلاقة بينهم. نكمل المعلومات بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم إن سورة النمل بتبدأ بطاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. صدق الله العظيم. إذا بداية سورة النمل هذه الآية الأولى، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. صدق الله العظيم. برضو اسألني سائل، ايه علاقة طاسين بال27 اللي هو ترتيب سورة النمل في المصحف وال93 اللي هي عدد آيات سورة النمل؟ خليك معايا حضرتك وانت تعرف مدى العلاقة بينهم. جميل. طبعا طاسين عبارة يا جماعة عن حرفين، حرف الطاء وحرف السين. تم تكرار حرف الطاء في سورة النمل 27 مرة، هو رقم ترتيب سورة النمل في المصحف. طبعا دي المفاجأة الأولى، لسه في مفاجآت تانية كتير. حضرتك خليك معايا وانت تعرف باقي المفاجآت. إذا المفاجأة الأولى دلوقتي يا جماعة إن حرف الطاء اللي هي طاسين، حرف الطاء لوحده تم تكراره في سورة النمل 27 مرة. وزي ما احنا قلنا دلوقتي ان 27 بتمثل رقم او ترتيب سورة النمل في المصحف الشريف. جميل. ابو حرف السين دي بالنسبة لحرف الطاء. حرف السين قال لك تم تكرار حرف السين في سورة النمل 93 مرة، هو عدد آيات سورة النمل 93 آية. يعني سبق قبل كده قلت لحضرتك إن عدد آيات سورة النمل 93 آية. في نفس الوقت برضو إن حرف السين تم تكراره في سورة النمل 93 مرة، هو عدد آيات سورة النمل. يبقى عندنا يا جماعة طا سين عبارة عن حرفين، حرف الطاء وحرف السين. حرف الطاء تم تكراره 27 مرة، وهو طبعا رقم ترتيب سورة النمل في المصحف. وحرف السين تم تكراره 93 مرة، وهو عدد آيات سورة النمل. طبعا دي المفاجأة الأولى. لسه برضه يا جماعة هنكمل المفاجآت بتاعتنا. مفاجأة تانية، لو احنا يا جماعة جمعنا 27، وزي ما قلنا دلوقتي إن 27
هو ترتيب سورة النمل في المصحف. جمعنا 27 مع 93 وقلنا برضو ان 93 عبارة عن عدد آيات سورة النمل. جميل. هنجمع بقى يا جماعة 27 زائد 93 هيديني كام؟ هيديني 120. جميل. يسألني سائل يا أستاذ مجدي برضو يعني أنا استفدت إيه بموضوع بجاب مجموع 120؟ إيه 120 إيه؟ معناها إيه؟ خليك معايا حضرتك وأنت لسه ما عرفتش المفاجأة التانية. المفاجأة التانية بقى ركز معايا. كلمة نمل عبارة عن ثلاث حروف، حرف النون، حرف الميم، حرف اللام. جميل. تم تكرار حرف النون في سورة النمل 50 مرة. يعني لو حضرتك عديت حرف النون في سورة النمل هنلاقيها إنها 50 مرة. جميل. وتم تكرار أيضا حرف الميم في سورة النمل 40 مرة. جميل. وتم تكرار حرف اللام أيضا في سورة النمل 30 مرة. يعني حرف النون 50 مرة، حرف الميم 40 مرة، حرف اللام 30 مرة. نجمع يا جماعة 50 زائد 40 زائد 30 ادتني كام؟ ادتني 120. حرف النون 50 مرة، حرف الميم 40 مرة، حرف اللام 30 مرة، اداني 120. وطبعا زي ما عرفنا دلوقتي ان ال 120 برضو لها علاقة بطا س، ان تم تكرار حرف الطاء 27 مرة، وتم تكرار حرف السين 93 مرة. ولو جمعنا تاني ال 27 مع ال 93 اداني 120 اللي هو المقطع طا س اللي بدأنا فيها في سورة النمل. طا س، الطا تم تكراره 27 مرة، حرف السين تم تكراره 93 مرة، نجمعهم 120. 120 برضه يا جماعة زي ما قلنا حرف كلمة نمل، النون والميم واللام. نجمع عدد حروف حرف النون، عدد حروف حرف الميم، عدد حروف حرف اللام، هنلاقيهم برضو 120 زي ما قلت لحضراتكم. وهذا العدد هو نفسه عدد حروف كلمة نمل في سورة النمل.